اهلا بيكم متابعينا ومتابعين قناتكم زيزوتك. شركه انفينكس اطلقت الانفينكس نوت 4 والانفينكس نوت 4 برو، بس الهواتف دي لسه ما نزلتش مصر، تنزل مصر خلال الاسبوع ده. واللي اكد الكلام ده هو انتشار اعلانات انفينكس بالتعاون مع جوميا لاطلاق الهاتف في مصر. والانفينكس نوت 4 والانفينكس نوت 4 برو مفهومش اي فرق في التصميم، الفرق الوحيد هو في البطاريه والامكانيات الداخليه. وبالنسبه للتصميم فمن الامام هنلاقي شاشه بقياس 5.7 انش، اعلى الشاشه هنلاقي كاميرا بدقه 8 ميجا بكسل، جنبها سماعه المكالمات وسنسور. اسفل الشاشه السنسور والبصمه مدمج في الزر الرئيسي، على جانبيه ازرار النظام مضيئه على شكل نقط. من الجنب اليمين ازرار الصوت، تحتيه زرار البار، ومن الجنب الشمال مفيش اي حاجه. ومن الاعلى فتحه 3.5 ملم، ومن الاسفل فتحه اليو اس بي 2.0 جنبيها ميكروفون وسبيكر. ومن الخلف هنلاقي كاميرا بدقه 13 ميجا بكسل، تحتيها فلاش، ويتوسط ظهر الهاتف لوجو انفينكس، واسفل ظهر الهاتف اللوجو بتاع سلسله نوت. بس ما يغركش تصميم الهاتف، عشان من النظره الاولى للهاتف هتفتكر ان الهاتف ده من الزجاج، لانه شبيه جدا باجهزه ال HTC و11 وال HTC والترا. هتفتكر ان نفس الزجاج المستخدم هنا نفس الزجاج المستخدم هناك، لكن للاسف الهاتف مصنوع من البلاستيك والظهر بيتشال، وتحت الظهر هنلاقي درج تركيب شريحتين اتصال ودرج تركيب ذاكره خارجيه. وبالنسبه لرايي انا في التصميم، فتصميم الهاتف جميل جدا، يعيبه بس ان الظهر بيتشال من البلاستيك، والجهاز شبيه جدا بسامسونج جالاكسي نوت 2 والنوت 3. فتصميم الجهاز هيكون جذاب طبعا عشان الانحناء موجود في الظهر، وبرضه ال 2 دي جلاس الموجود في الشاشه بيديه شكل جذاب وجمالي اكتر. وتاني حاجه بنتجه ليها بعد التصميم هي البطاريه. النسخه العاديه من الهاتف بتيجي ببطاريه 4300 ملي امبير، والنسخه البرو بتيجي ببطاريه 4500 ملي امبير. يعتبر الفرق 200 ملي امبير، مش هيكون له تاثير قوي في الاداء. طبعا البطاريه حسب الرقم ده هتقضي معاك يومك بدون اي مشاكل، وهتقعد طبعا يوم تاني لو استخدامك متوسط. والهاتف هيقعد معاك سكرين اون تايم، هيقعد حوالي 9 ساعات ل 10 ساعات. فبطاريه الهاتف هتكون ميزه كبيره بالنسبه للهاتف. وبعد كده بنتجه للشاشه. شاشه الهاتف بتيجي بقياس 5.7 انش، على عكس الانفينكس نوت 3 اللي كان بيجي بشاشه 6 انش. شاشه الهاتف بتيجي بدقه 1920 في 1080 فول اتش دي، كثافه البكسلات 367 بكسل في الانش الواحد. طبعا كثافه البكسلات ودقه الشاشه ممتازه جدا. الفئه السعريه اللي فيها الهاتف اغلبيه المنافسين اللي فيها الشاشات بتاعتهم فول اتش دي، فبرضه الشاشه بتاعت الهاتف هتكون مميزه. بالنسبه لنظام التشغيل بتاع الهاتف بيجي باحدث نظام تشغيل من اندرويد 7.1 نوجا مع واجهه انفينكس اكس يو اي اصدار 2.2. طبعا الواجهه بتاعه انفينكس اصبحت سلسه بعد اخر تحديث اللي كان في ال 04 وال 04 بلس. بالنسبه للكاميرا بتاعه الهاتف بيجي بكاميرتين، كاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه اف 2.2. طبعا الكاميرا الاماميه دقتها عاليه وهتديك صور ممتازه سيلفي، سواء كانت في الاضاءه العاليه او كانت في الاضاءه المنخفضه. بالنسبه للكاميرا الخلفيه، فالكاميرا الخلفيه بدقه 13 ميجا بكسل وبتصور فيديو لحد فول اتش دي، فتحه عدسه اف 2.2. طبعا الكاميرا دي حسب الارقام دي هتديك فيديو ممتاز وصور برده ممتازه، سواء كانت في الاضاءه العاليه او كانت في الاضاءه المنخفضه، وهتديك الصور المطلوبه منها بشكل ممتاز. بالنسبه بقى لامكانيات الهاتف، فللاسف الهاتف بيجي بمعالج من ميديا تك MT 6753 بتردد 1.3 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات مالي تي 860 MP2. طبعا المعالج ده يعتبر ضعيف نسبيا مقارنه بالمنافسين اللي في الفئه السعريه بتاعه الهاتف. اغلبيه الهواتف فيها سناب دراجون او كيرن من هواوي، فالمعالج بتاع الهاتف هيكون هو نقطه ضعف الهاتف. والنسخه العاديه من الهاتف بتيجي برامات 2 جيجا ومساحه داخليه 16 جيجا، والنسخه البرو بتيجي برام 3 جيجا وذاكره داخليه 32 جيجا. فمواصفات الهاتف جيده بالنسبه للرامات والمساحه. فالمعالج بتاع الهاتف يعتبر ضعيف مقارنه بالمنافسين في الفئه السعريه اللي بيقع فيها الهاتف. والنوت 4 والنسخه البرو منه بيدعموا ال 4G، لكن النسخه البرو بتدعم الاكس بن غير الاس بن بتاع سامسونج، وده تطور ملحوظ من انفينكس في سلسله النوت. وبالنسبه لرايي انا في الهاتف، فالهاتف كويس بالنسبه للنسخه البرو ان بيجي معاه اكس بن وشاشه كبيره ومساحه كبيره ورامات كبيره، لكن النسخه العاديه هتعاني في الفئه الموجوده فيها. وبالنسبه للمميزات وعيوب الهاتف، فالمميزات شاشه ممتازه بقياس 5.7 انش وبدقه فول اتش دي، بيجي مع النسخه البرو اكس بن، والكاميرا تعتبر ممتازه، وبرضه الهاتف بيدعم الجيروسكوب والاوتو جي. بالنسبه لما يعيب الهاتف، هو ظهر من البلاستيك عكس الاجيال السابقه اللي التصميم فيها من المعدن. معالج ضعيف نسبيا مقارنه بالمنافسين اللي في الفئه السعريه بتاعه الهاتف. وبس دي كانت كل حاجه عن الانفينكس نوت 4 والانفينكس نوت 4 برو. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وما تنساش تعمل شير، واهم حاجه انك تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وسلام.